ظهر نوع جديد من الزواج في مصر يسمى زواج النفحة. انه في حاجه اسمها زواج النفحه. انتوا عايزين تودونا فين يا جماعه؟ للزواج الجديد المنتشر في مصر خلال الفترة دي، وهو نوع جديد من الزواج يسمى زواج النفحة، وهو بيكون قائم على المصلحة المتبادلة، وبمعنى أوضح الفلوس مقابل المتعة. بوم. زواج النفحة بيكون من غير مأذون، لكنه كله قائم على الفلوس. بوم. وشغالين على جواز النفحه ولا زواج النفحه. نفحه ايه يا عم؟ قال لك ده بيبقى جواز مكتوب مؤقت بمده معينه وفي كذا وفي كذا، عامل نموذج قدامنا اهو. لكنه في النهاية من غير مأذون وقائم على المصلحة المادية فقط. المحامي أحمد مهران كشف عن كواليس النوع ده من الجواز وإزاي بينتشر في مصر. طيب هو في زواج بيتم بهذا الشكل؟ بالتأكيد فيه. بالتأكيد فيه. النوع الجديد من الجواز ده بيكون قائم على المصلحة المادية وبيسمى النفحة بسبب إن كل طرف بيسعى فيه إنه يدي للتاني نفحة. يعني العريس يدي العروسة نفحة مادية والعروسة تدي العريس النفحة اللي عايزها. ممكن زواج مؤقت بفترة مؤقتة، يعني كل ده موجود يا جماعة. إنه يعتبر عبارة عن جواز متعة لكنه غير محدد المدة، زي ما طلع زواج المسيار وزواج الصيف وزواج الشتاء وزواج الربيع وزواج اي كلام، يعني اي كلام. زواج الدم وزواج الهبل وزواج العبط، اي كلام يعني. عقد الجواز اللي نشره المحامي أحمد مهران كان بين بنت مصرية شابة وبين رجل سعودي عنده 58 سنة، واللي كان كاتب ليها مهر 150,000 جنيه.